للاسف خشونه الركبه بقت لبانه في فم البعض. كتير جدا من الناس بتقول انت عندك خشونه ركبه، في حين ان ساعات كتير جدا برضو ما بيبقاش عندك خشونه الركبه، وساعات الانسان بيستعجل ويقول هذا التشخيص يا بسرعه كده من باب ان هو يريحك او يديك المعنى التقريبي، او للاسف يكون تشخيص خاطئ. عشان اشخص كدكتور خشونه الركبه بشخصها بطريقتين يجب الجمع بينهم وما ينفعش افصل ما بينهم. اول حاجه الكشف الاكلينيكي بتاعي، وهقول لكم ايه الملحوظات اللي بلاحظها على المرضى دول عشان نقول دول فعلا عندهم خشونه ركبه. الحاجه الثانيه وهي الراديولوجيكال اكزامينيشن او الفحص عن طريق الاشعه، واشهرها طبعا الاكس راي اللي بيعرفنا الاشعه العاديه خالص هل فعلا الركبه دي فيها خشونه ولا لا. نبدا باول حاجه وهي الفحص الاكلينيكي، وده بيبدا من كلامي مع المريض حتى في التليفون من غير حتى ما اشوفه. ببدا اساله انت عندك كام سنه يا دكتور؟ هي هتفرق طبعا، لان مرض خشونه الركبه اللي بنتكلم عنه ده هو بيجي نتيجه الويرانتير او التاكل او عوامل الزمن. ربنا خالق ما بين عظمه الفخذ وعظمه الساق حاجه بنسميها الغضاريف او المنسكاي. المنسكاي دول او الغضاريف الداخليه بتاعت الركبه عامله زي المخدات بتفصل ما بين العظمتين دول وبعضهم. المخدات دي مع الوقت ومع السن ومع عوامل الزمن بتبدا تتاكل وتنشف، فيحصل الخشونه، العظمتين دول يبداوا يقربوا من بعض. عشان كده اول حاجه مهمه جدا هي السن. ما ينفعش باي حال من الاحوال يكون سنك اقل من 45 سنه وتقول ان عندك خشونه ركبه ما لم يحدث لك حادث. قول لي يا دكتور يعني ايه يحدث لك حادث؟ هقول لك يعني مثلا عملت حادثه عربيه، اتخبط. في الحالات دي بالفعل ممكن يجي لك خشونه في المفصل بتاع الركبه قبل سن ال 45، الا في حالات برضو انه يكون وزنك تقيل جدا بقاله فتره طويله جدا، يعني بنتكلم في حالات 5% تقريبا من الناس، لان خلينا نقول بالبلدي كده العمر الافتراضي بتاع المفصل بتاعك هو اكبر من كده بكتير. فعشان يجي لك خشونه قبل ال 45 في الغالب انت اجرمت في حق هذا المفصل، يعني عملت حوادث، وزنك زايد لفترات طويله، بتمشي كتير وبتعمل مجهود عنيف، كل ده متجمع مع بعضه هيعمل لك خشونه قبل السن ده. فزي ما قلت اول حاجه بعملها عشان اشخص خشونه سنك يكون كبير 45 50 55 سنه فيما فوق. الحاجه الثانيه يجي لك الم وتيبس صباحي في مفصل الركبه يدوم من 30 ل 60 دقيقه فاكثر. يعني اول ما بتصحى الصبح بدري طبيعي انت لسه صاحي من النوم، المفروض ما يبقاش في الم، لا انت بتلاقي عندك الم وتيبس في الرجل، تيجي تفرد رجلك كده تحس ان انت مش عايز تفردها، حاسس بشعور بعدم راحه والم يستمر معاك من 30 ل 45 ل 60 دقيقه. لو ده موجود علم علامه صح، في احتماليه ان يكون عندك خشونه ركبه. العلامه الثالثه لما نيجي نفحص المفصل ونتحسس المفصل كده ونيجي عند فوق عظمه الساق من تحت هنا اللي بنسميها الجوينت لاين او خط المفصل، نضغط هنا اللي هو لما تيجي تبص على ركبتك من قدام تحت الصابونه بين الصابونه وعظمه الساق، تضغط على الحته دي يجي لك الم مع الضغط، تيجي تضغط في الحته دي كده تحس ان في وجع. لو ده موجود ففي احتماليه كبيره ان يكون عندك خشونه في مفصل الركبه. الحاجه الرابعه واللي كتير جدا منكم بيفتكرها الحاجه الاولى ويبدا يهلع ويقلق جدا هي الطقطقه او الاحساس بتاع الخشونه كده او الخروشه اللي بتحصل داخل المفصل. عايز اقول لك مبدئيا لو عندك طقطقه بدون الم فمش ده اللي بنتكلم عليه. الطقطقه اللي بنتكلم عليها دي هي طقطقه بالم، بتحس فعلا ان المفصل متكحت ومعصور من جوه وفي خروشه مزعجه جدا. لو ده موجود فده من علامات خشونه الركبه، طقطقه بالم. الحاجه الخامسه والاخيره ان يكون عندك نقص في المدى الحركي. طبيعي ركبتك تفرد لحد الاخر بالشكل ده تبقى مسطره وتتني لحد ما رجلك تلمس عضلات المؤخره بتاعتك بالشكل ده، تتني تاني كامل او تعرف تجلس جلسه الصلاه بكل اريحيه. لو حسينا ان المدى الحركي ده قليل بشكل واضح في التاني او في الفرد فده علامه مهمه جدا من علامات خشونه الركبه. وكده نكون خلصنا الجزء الاول من الفحص الاكلينيكي لمفصل الركبه بتاعك. الحاجه الثانيه طبعا ان انا ببدا ابص على اشعه المريض. طبيعي مفصل الركبه الاشعه الطبيعيه بتاعته تكون بالشكل اللي انت شايفه دلوقتي، المفصل كويس، المسافه ما بين العظمتين بتاعت الفخذ والساق تكون كويسه. في حالات الخشونه بتاعت الركبه طبعا بدرجاتها، الخشونه 4 درجات بشكل اساسي، بيبدا يحصل تقارب ما بين عظمتين الفخذ وعظمه الساق. التقارب ده طبعا ليه درجات، بيبدا من الخشونه من الدرجه الاولى زي ما في الصوره اللي انت شايفها دي لحد ما يوصل لحد الدرجه الرابعه والمفصل بيكون مطحون او متاكل كله تقريبا. وطبعا الراديولوجيكال اكزامينيشن او الفحص عن طريق الاشعه هو ده اللي بيخلينا ناخد القرار القاطع بعد ما نكون كشفنا على المريض بشكل كويس ان فعلا عنده خشونه ركبه. وبس كده يا ابطال، يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم لا تنسوا اللايك الجميل، عرفوني تحت في التعليقات حابين تشوفوا ايه تاني على قناه ماسل كلينيك من مشاكل عايزين تعرفوا علاجها. ولو بالفعل عندك مشاكل وعايز تعرف علاج طبيعي اكتر تلاقي تفاصيل العلاج الطبيعي كلها سواء كان في العياده او اونلاين موجوده تحت في الديسكربشن. كان معاكم دكتور حازم طارق، اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله يا ابطال. السلام عليكم.